تخيل كده إنك داخل على تشات جي بي تي وبتكتب له سؤال زي مثلا فسر لي يعني إيه ذكاء اصطناعي، وفي لحظة تلاقيه بيرد عليك بجواب منسق وبيتكلم كأنه شخص حقيقي يفهمك وبيجاوبك من دماغه. المشهد ده يمكن باين بسيط، بس وراه رحلة طويلة جدا من التطور العلمي والخيال اللي بقى حقيقة. الذكاء الاصطناعي اللي احنا شايفينه النهاردة ما حصلش فجأة، ده بدأ بفكرة صغيرة من عشرات السنين وفضل يتطور خطوة بخطوة لحد ما وصلنا للنماذج العملاقة زي تشات جي بي تي. تعال بقى نحكي القصة من البداية ونعرف إزاي كل ده حصل. القصة بدأت حوالي سنة 1950 لما عالم اسمه ألان تورينج سأل سؤال بسيط لكنه غير التاريخ: هل يمكن للآلات إنها تفكر؟ ومن هنا بدأت فكرة الذكاء الاصطناعي تتشكل. في الخمسينات والستينات العلماء حاولوا يبرمجوا الكمبيوتر علشان يقلد طريقة التفكير البشري. كانت الفكرة ساعتها إنهم يعلموه القواعد والمنطق خطوة بخطوة، يعني مثلا لو حصل كذا يبقى اعمل كذا. وده اللي بنسميه النهاردة الذكاء الاصطناعي القائم على القواعد أو Rule Based AI. الأنظمة دي كانت ذكية بالنسبة لوقتها، بس كانت محدودة جدا. ليه؟ لأن الكمبيوتر ما كانش بيقدر يفهم أو يتعلم لوحده، هو بس بينفذ أوامر محددة. لكن في الثمانينات العلماء بدأوا يفكروا بطريقة مختلفة. قالوا بدل ما نخلي الكمبيوتر نحط له كل قاعدة بإيدينا، ليه ما نخلوش هو اللي يتعلم من البيانات زي الإنسان؟ ومن هنا ظهرت ثورة جديدة اسمها التعلم الآلي أو Machine Learning، وده اللي خلى الكمبيوتر يبدأ يفهم الأنماط بنفسه. في التسعينات وبداية الألفينات بدأت تظهر خوارزميات زي الشجرة القرارية والشبكات العصبية اللي كانت بتحاول تقلد طريقة المخ البشري في التفكير، بس لسه ما كانش فيه قوة حوسبة كافية. لحد ما التكنولوجيا اتطورت والأجهزة بقت أقوى، وبدأت تظهر حاجة اسمها التعلم العميق أو Deep Learning. التعلم العميق هو المرحلة اللي غيرت كل حاجة، لأن النموذج بقى بيتعلم من ملايين الأمثلة بنفسه ويبدأ يكتشف العلاقات والمعاني زي الإنسان تقريباً. وده اللي فتح الباب لظهور تقنيات زي الترجمة التلقائية وتعرف الصور والسيارات ذاتية القيادة، وأخيراً النماذج اللغوية العملاقة زي تشات جي بي تي. تشات جي بي تي اللي اتطور على ايد شركة اوبن اي اي هو نتيجة لكل السنين دي من البحث والتطور. النموذج ده اتبنى على فكرة اسمها النموذج اللغوي الكبير أو Large Language Model، وده ببساطة نظام بيقرأ كميات ضخمة جدا من النصوص وبيتعلم منها إزاي اللغة بتتكون وإزاي الإنسان بيتكلم وبيفكر وبيكتب. التدريب ده حصل باستخدام ملايين الكتب والمقالات والمواقع، يعني هو مش بيحفظ الكلام لكنه بيتعلم الأنماط اللي بتخلي اللغة مفهومة. فلما بتسأله سؤال هو مش بيفتح الإنترنت، لكنه بيبني إجابة جديدة تماماً بناء على اللي اتعلمه. وده اللي بيخليه قادر يتكلم في أي موضوع، سواء علم أو تاريخ أو فلسفة أو حتى حوار عادي زي صديق بيكلمك. أول ما تكتب سؤالك في الشات النظام بيبدأ يفهم معنى كلامك مش بالحروف لكن بالسياق. بيفكك الجمل لمجموعة من الرموز الرقمية اسمها توكنز، كل رمز منها بيمثل معنى أو كلمة معينة. بعد كده النظام بيبدأ يستخدم شبكة ضخمة من الخلايا العصبية الاصطناعية، كل خلية منها بتتعامل مع جزء من المعنى وبيمررها الخلايا تانية عشان يركب الرد خطوة بخطوة. هو مش بيدور على إجابة جاهزة، لكن بيولد الرد في الوقت الحقيقي كلمة بعد كلمة بناء على احتمالات رياضية معقدة جدا. وطول ما الحوار ماشي هو بيحاول يحافظ على السياق العام عشان ما يخرجش عن الموضوع، وده اللي بيخليه دايما فاكر انت كنت بتتكلم عن ايه من الأول. اللي بيخلي كل ده ممكن هو قوة الأجهزة اللي شغالة وراه. تشات جي بي تي مش بيشتغل على كمبيوتر زينا، ده بيشتغل على سيرفرات عملاقة في مراكز بيانات ضخمة حوالين العالم. جوه السيرفرات دي في آلاف المعالجات CPU، بس الأساسي هو وحدات معالجة الرسومات الGPU اللي بتقدر تعمل ملايين العمليات الحسابية في نفس الثانية.
والأجهزة دي فيها رامات بمساحات خرافية ووحدات تخزين ستورج ضخمة جدا بتحتوي على البيانات اللي اتدرب عليها النموذج. وكل السيرفرات دي متصلة ببعضها عن طريق شبكات إنترنت بسرعة خيالية، عشان لما المستخدم يسأل من أي مكان في العالم السؤال يوصل ويتجاوب عليه في لحظات. الذكاء الاصطناعي ما كانش مجرد اختراع تقني، ده رحلة طويلة من الحلم والتجربة والإبداع الإنساني. من أول فكرة هل الآلة تقدر تفكر لحد إنها النهاردة بنتكلم مع برامج بتفهمنا وبتتعلم مننا وبترد علينا زي البشر. لكن المهم نفتكر دايما إن الذكاء الاصطناعي مش عدو الإنسان، هو أداة قوية جدا في إيده تقدر تساعده يتعلم ويبدع ويكتشف أكتر. في النهاية الذكاء الاصطناعي هو انعكاس لذكاء الإنسان نفسه، هو نتيجة سنين من الشغل والبحث، ودليل إن الإنسان دايما بيحاول يخلق حاجة أقرب ليه بس في صورة رقمية. وفي المستقبل اللي جاي أعظم، لأن الذكاء الاصطناعي لسه في أوله ولسه قدامه طريق طويل هيغير شكل العالم زي ما احنا عارفينه. وبس كده، سلام.